أيها الناس، الفوز الحقيقي عباد الله أن يقيك الله جل وعلا من عذاب يوم القيامة. هذا هو الفوز، فاسعى بتحصيله. قال الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه أي عذاب يوم القيامة فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز الحقيقي أيها الناس هو في طاعة الله وفي طاعة رسوله، في خشية الله وفي تقوى رب العالمين سبحانه. هذا هو الفوز الحقيقي، فلا نغالط أنفسنا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. الفوز الحقيقي عباد الله أن يوفقك الله جل وعلا أو يقيك الله جل وعلا من فعل السيئات ويوفقك لفعل الحسنات. هذا هو الفوز. قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة الكرام وهم يدعون لأهل الإيمان: وقهم السيئات، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الفوز الحقيقي عباد الله أن تبشر يا عبد الله بالبشارات العظيمة في الدنيا وهكذا في الآخرة. هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز المطلوب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: لهم البشرى في الدنيا، البشرى في الدنيا الثناء الحسن، الثناء الحسن أي من الناس. البشرى في الدنيا المودة في قلوب المؤمنين، البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة، البشرى في الدنيا أيضا أن يرى العبد لطف الله به وتيسيره له لفعل الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة، وهكذا يجنبه الله عز وجل الأعمال السيئة والأخلاق السيئة. هذه هي البشرى في الدنيا. وفي الآخرة أولها عند حضور أجله وعند قبض روحه، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهكذا يبشر في قبره إذا سأله الملكان فأجاب الأجوبة السديدة، يبشر في قبره فيقال له: عن صدقت، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة حتى يقول: ربي أقم الساعة. وتمام البشارة يا عباد الله أن يظفر المسلم بجنة النعيم وأن يسلم من العذاب الأليم. إذن هذا هو الفوز. لهم البشرى في الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالله الله عباد الله، فلنسعى إلى الفوز الحقيقي، إلى تحقيق هذا الفوز. ولينظر أحدنا يا عباد الله من هو الفائز بين يدي ربه سبحانه وتعالى.